السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الفل والهنا والسعادة على قلوبكم جميعا يا رب. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وكملوا معايا الفيديو للآخر. هنعمل إن شاء الله بإذن الله أكل لذيذ، وهننضف كده ونعمل شوية رغاوي ملهمش حل يشجعوكم كده إن شاء الله. بدأت يومي كده، حطيت جبنة رومي ولانشون كده في العيش، وغسلت عنب، وقلت بقى ابدا كده اشوف البيت، ان بصراحه بحط ايدي كده على الجزامه لقيتها مطربه قوي، فشلت كده بديل السجاد نفضته، كان فيه بقى فتافيت اكل وكده. المكنسه برضو مهما شفطت يعني ما بتنضفش زي ما الواحد كده ما يشيل ويكنس ويمسح ويدي التلميعه بتاعته بالموب كده. كنست الارض كده كنسه خفيفه، وبدات بقى المع بالموب. مش عارفه مؤخرا بدات احب الموب، ولكن حاسه الموب ده تقيل كده على ايدي، فعايزه حاجه ان شاء الله تكون خفيفه باذن الله اغيره، بس لما نعمل بقى تجديدات الشتاء، علشان خاطر بقى اخيرا نقفل الشباك، علشان كميه التراب اللي بتدخل لنا من فتحه الشباك دي بصراحه ملهاش حل. ادي التلميع كده بالمعطر بالموب. وبصراحه بقى النهارده عندي حاجات كتير عايزه تتنضف، ولكن تركيزي كله بصراحه النهارده هيكون على المطبخ. فالنهارده بقى كان نفسي بصراحه اعمل غدا كده يعني لذيذ، فقلت بقى اعمل عايزه اعمل ان شاء الله النهارده بكتب المشروم، نفسي فيها. وقلت اعمل جنبها مكرونه كده، يعني كان المفروض اعملها شرايط، ولكن بقى مش موجود غير اسباجيتي، فقلت اعملها وخلاص. شايفين بس منظر الترابيزه عامله ازاي، والانتريه نفسه عامل ازاي. البخاخ ده طبعا اللي فيه كلوريكس الوان بالخل. انا بوريكم بس منظر الجزامه كده عن قرب، متبصمه وحالتها حاله. هي الجزامه دي بتاعت ايكيا، فتنظيفها بيبقى سهل، مش بتاخد وقت كبير قوي يعني في التنظيف، ولكن طبعا محتاجة بقى ايدي تبقى فيها يوميا، لان هي كل يوم بتمسك يعني بتمسكها وترجع تبهدلها في الاكل وكده، فمضطرة بقى ان انا انضف يوميا. فبصراحة عايزة اقول لكم الكلوريكس الوان على الخل ده ريحته يعني مش الطف حاجة علشان الخل وكده، ولكن طبعا بينضف وبيحكم فبيبقى زي الفل. نضفت كده وبحاول اشبع من شكل الريسبشن، لان ان شاء الله باذن الله هنغيره كله غالبا يعني بعد فيديو كمان. انا مستنيه بس الحاجه تيجي. قاعده بتكلم مع الحاج صاحب البيت، فبقول له انا محتاجه جهاز البخار قوي، يعني محتاجه انضف زي الستات اللي بينضفوا بجهاز البخار وكده. بس لقيته داخل عليا بجهاز البخار ده، فبيقول لي ده بتاع ده جهاز البخار يعني علشان خاطر خديجه، لان احنا الشتا اللي فاتت يعني شوفنا بهدله، لولا ستر ربنا بس ان انا جارتي عندها الجهاز بتاعها فكنت باخده منها على طول. فقال لي لا، الاولى ان احنا نجيب لها جهاز البخار ده علشان دخلت الشتاء. فبفتحه كده لقيت فيه ما شاء الله مكونات كتير، فيه ماسك كبير وفيه ماسك صغير. انا هحط لكم المكونات بتاعه الجهاز اهو، المحتويات بتاعته حاجات كتير يعني، ولكن وجوده في البيت افضل 100 مره. انا بقيت حاسه ان هو اصلا من ضروريات الاجهزه الكهربائيه المفروض اصلا تبقى موجوده في البيت. دخلت بقى علشان خاطر اعمل الاكل. فهنا كده كنت جهزت بقى الحاجه، حاولت على قد ما اقدر ان انا اجهز المكونات علشان ما اقعدش الف حوالين نفسي وانا بعمل الاكل. فقطعت الزبده كده عشان كانت مجمده، فما كنتش عارفه اقطعها بصراحه يعني بطريقه احسن من كده. وهنا كده حطيت الزبده ونزلت بشرايح البفتيك، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود. بحط الملح والفلفل الاسود عليه وهم موجودين، قلبتها على الوش التاني. وهنا كده كنت طلعتها، فزودت زبده ونزلت بقى بالبصل والثوم، اديت لهم تشويحه كده سريعه، وبعد كده نزلت بالمشروم. قلت اسيبه شويه بقى لحد ريحه الثوم ما تطلع، وبعد كده نزلت بيه معلقه دقيق صغيره بحمرها بس ريحه الدقيق برضو تطلع، واروح نزل عليها باللبن. واللبن بقى بتزوده على حسب القوام اللي انتوا عايزينه، انا هوريكم القوام اللي انا عاملاه. ما شاء الله كان كريمي وزي الفل، وطعمها كان حلو قوي، كانت خطيره، وكانت كنوع من انواع التغيير. اكلت كده بما اني كنت اكل لوحدي، فحطيت الطبق ده وقلت اكل بقى. وبعد كده كنت محتاجه ان انا انضف المطبخ، بس قلت ادخل ادي ترتيب سريع لغرفه النوم، لان هي ما كانتش محتاجه، يعني ما كانتش محتاجه تنظيف كتير ولا حاجه. انا هوريكم بس منظر اوضه الاطفال عامل ازاي، علشان التجديدات اللي انا عايزه اعملها قمة البهدلة. اي حاجة بشتريها بقى مش هستخدمها دلوقتي فبحطها على السرير. وطبعا شنطة السفر والفرن لسه مرتبتش اي حاجة خالص في الغرفة، فهي محتاجة مني وقت، يعني ربنا ان شاء الله باذن الله كده يعدي على خير. كمية بهدلة رهيبة. انتوا عارفين اللي انا بحس ان هي
ايه ده، اروح داخله وقافله الباب علشان انا مش عايزه اشوف انا مش عايزه اشوف اللي انا عامله فيها ده. بس ان شاء الله باذن الله كل ده لما نعمل التجديدات هيترتب ان شاء الله. هنا كده بقى كنت رتبت غرفه النوم، رتبت السرير سريعا والحمد لله اخيرا اخيرا ثبت الغسيل فاضي. ما عنديش غير شويه غسيل بس على الحبل، والغساله ان شاء الله شغالها بكره. هنا بس كانت محتاجة تتشفط شوية لأن خديجة كانت موقعة لي شيبسي في الأرض، والتسريحة كانت محتاجة كده ترويق على السريع، لأن طبعا الأدوية أنا عايزة أقولكم مش ده لسه ما بدأتش، واحنا البرد عامل فينا عمايله. رتبت التسريحة كده سريعا ورشيت معطر كده. المعطر ده ما شاء الله بيثبت في القماش قوي، فالورد ده قماش فبيثبت فيه، بيقعد فيه فترة حلوة يعني. كده كنت خلصت غرفة النوم ودخلت بقى تبلت بانيه علشان اكل تاني يوم. ولكن زي ما بوريكم المطبخ كان يعني في حالة يرثى لها. فقلت كده اشوف انا هعمل ايه. طبعا انا عايزة احافظ على التنظيفة العميقة اللي انا عملتها للبوتاجاز، فقلت كده اخلص وابدا بقى باغسل الاطباق والمواعين اللي عندي يعني سريعا سريعا كده، علشان خاطر انا عايزه افضي الرخامه بتاعه المطبخ وادي يعني اغسل كل حاجه بقى على الرخامه علشان خاطر افضل محافظه على التنظيفه واصلا اللي انا عملتها للمطبخ كله. فغسلت المواعين كده وقلت بقى ابدا افضي الرخامه. انا عايزه اقول لكم الرخامه مش عارفه انا ما بشوفلهاش لمعه، بس عايزه اقول لكم الفرشه الصغيره دي اختراع. حرفيا بتوصل اماكن ضيقه وبتطلع كميه حاجات انتوا اصلا متبقوش متخيلين ان هي موجوده. بس لا، بتنظف ما شاء الله حلوه قوي يعني. هعيد التجربه، هشتري تاني اخلي منها يعني، لان هي ما شاء الله حلوه قوي وبتساعدني في الزوايا الضيقه بالذات. قلت بقى اغسل البوتاجاز كده غسله بحيث ان انا احافظ على التنظيفه العميقه بتاعته بعد ما عملت الاكل على طول، لان هو البوتاجاز كان سخن فكنت حاسه ان هو بيبقى اسهل في التنظيف، بتبقى الدهون لسه ما لحقتش يعني تنشف عليه. فغسلته كده بقى وقلت ابدا افضي الرخامه واحده واحده. فضيت كل اللي على الرخامة وبدأت كده غسلتها، وقلت بقى انضفها. حتى غسلت الحنفية بس حسيت الحيطة اللي ورا مش محتاجة الحتت اللي انا حسيت ان هي محتاجة بس ان هي تتغسل غسلتها كده سريعا. وبعد كده بدأت بقى ارش عليها من البخاخ ده كده. قلت اعقم الرخامة كلها والحنفية اعقمها بحيث ان لو اكل او حاجة وقعت عليها يعني اخدها عادي ما اقرفش منها. انا بصراحة لما حاجة بتقع على الرخامة دي بفكر 100 مرة قبل ما اكلها. فقلت بقى اعقمها كده وانشفها بالفوطه دي. والحمد لله كده كنت خلصت بقى ورجعت رتبتها تاني من اول وجديد. رتبت الرخامه كلها، ولكن والارض بقى كانت محتاجه ان هي تتنضف، لان كل ده بقى كان بيسمع تحت ميه تقع. الارض اصلا ما كانتش نظيفه. فبدات كده شلت السجاده. بوريكم شكل البوتاجاز الحمد لله يا رب كان نضيف وبيلمع. ف خلصت كده ونفضت السكينة بتاعة المطبخ واديت تلميعة بالموب كده سريعا. وكده بقى كنت خلصت. سبت الارض تنشف شوية وبعد كده بقى قمت فرشت تاني ورشيت معطر. وانا عايزه اقول لكم بقى النهارده كان يوم الماتش بين الاهلي والزمالك. الحاج صاحب البيت اصلا زملكاوي وانا اهلاويه، طبعا أنا عمري ما غير انتمائي. فكنا قاعدين بقى اللي هو يا ترى مين هيكسب. ما لو الاهلي كسب انا هتبسط، بس هو بقى هينكد علينا بس مش مهم. الحمد لله ان الاهلي فاز يعني. رتبت المطبخ كده واديت تلميع عليه من فوق واديت تلميع للحاجات اللي على الارفف كده. وقلت بقى ايه، اجهز الحاجه بتاعه السهره للماتش يعني. فغسلت فاكهه كده وكان في عصير جاهز عندنا حطيته وقعدنا نتفرج على الماتش. وبكده يكون روتين النهارده خلص. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه.